الساعة كانت 1:18 بعد نص الليل يوم 31 ديسمبر سنة 2000. في الوقت ده كمبيوتر موجود جوه بيت في طوكيو اشتغل واتصل بالإنترنت. فضل متصل لمدة 5 دقايق و18 ثانية بالظبط وبعدها قفل. في الظروف العادية محدش كان هيفكر إن المشهد ده فيه أي حاجة غريبة، خصوصا إننا بنتكلم عن ليلة رأس السنة وكمبيوتر في بيت عيلة ممكن يشتغل في أي وقت. بس المشكلة إن في اللحظة اللي الشاشة كانت منورة فيها ما كانش فيه ولا شخص واحد حي جوه البيت ده. الأب كان واقع عند أول السلم، الأم والبنت كانوا جنبه على سلم تاني، والابن الصغير كان لسه في سريره. الأربعة كانوا ماتوا بالفعل، وكان عدى على موتهم ساعتين تقريبا. والأغرب إن الشخص اللي شغل الكمبيوتر وقعد عليه في الوقت ده ما كانش هرب من البيت أصلا. القاتل كان لسه جواه، وبعد ما قتل 4 أفراد من عيلة واحدة قرر يعمل حاجة محدش يتوقعها من شخص عايز يهرب من مسرح جريمة. قعد بالساعات جوه البيت، قلب في حاجتهم، أكل من التلاجة بتاعتهم، عالج جرح في إيده، استخدم الحمام وشغل الكمبيوتر، وحاول حتى يدخل على موقع لحجز تذكرة مسرح. وبعد كل ده مشي وساب وراه تقريبا كل حاجة ممكن تتخيلها الشرطة وهي بتدور عليه: دمه وبصماته وشعره وهدومه، الجزمة اللي كان لابسها، شنطة الخصر، حتى السلاح اللي استخدمه. ودي بالظبط هي المفارقة اللي خلت القضية دي واحدة من أغرب القضايا في تاريخ الجرائم اليابانية. إن إزاي قاتل يسيب وراه كل الأدلة دي ومع ذلك بعد أكتر من 20 سنة الشرطة لسه مش عارفة هو مين وإيه اللي حصل بالظبط في البيت ده في الساعات اللي محدش شاف فيها حاجة. إزيكم عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هتكون مثيرة وغامضة تماما، أتمنى تعجبكم ويلا بينا نبدأها. في سنة 2000 عيلة اسمهم مياتازاوا كانوا عايشين في منطقة هادية في سيتا جايا، واحدة من مناطق طوكيو. البيت كان موجود جنب حديقة، ومن الناحية التانية كان في نهر، بس المنطقة نفسها كانت بتتغير بالكامل. البلدية كانت مقررة توسع الحديقة وبدأت تشتري البيوت الموجودة في المنطقة بيت ورا بيت. السكان كانوا بيمشوا واحد ورا التاني، ومع نهاية السنة مفضلش في المنطقة تقريبا غير 4 بيوت بس. فتخيلوا معايا المشهد: واحدة من أكبر مدن العالم في جزء منها في 4 بيوت واقفين لوحدهم، الحديقة من ناحية والنهر من ناحية تانية، ومساحات فاضية حواليهم. عيلة مياتزاوا نفسهم كانوا خلاص باعوا البيت للبلدية، والمفروض كانوا ينقلوا منه في مارس سنة 2001، يعني كان فاضل كام شهر بس ويخرجوا من المكان ده نهائي. الأب ميازاوا كان عنده 44 سنة وكان شغال في مجال الهوية المؤسسية في شركة استشارات مرتبطة برأس مال بريطاني. شغله كان متعلق بتكوين شكل وهوية الشركات والعلامات التجارية. أما الأم كان عمرها 41 سنة وكانت بتدير مركز دروس خصوصية من البيت. بنتهم كان عندها 8 سنين وابنهم الأصغر كان عنده 6 سنين ولسه في الحضانة. البيت نفسه كان مهم جدا في فهم اللي حصل، لأنه كان مكون من 4 مستويات متصلة بسلم داخلي. الدور اللي تحت كان فيه مكتب الأب والكمبيوتر اللي هنرجع له بعد شوية. فوقه كان فيه الحمام وغرفة الابن الأصغر، وبعدهم كان فيه المطبخ وغرفة المعيشة، وفي أعلى جزء المكان اللي الزوجين بيناموا فيه. الليلة دي الأم والبنت كانوا هناك. عايزكم تحتفظوا بتقسيمة البيت دي في دماغكم، لأن ترتيب الأماكن ومواقع الجثث بعد كده هيساعدنا نفهم إزاي الجريمة حصلت ومين ممكن يكون اتهاجم الأول. يوم 30 ديسمبر قبل الجريمة بساعات ما كانش في أي علامة واضحة إن حاجة وحشة هتحصل. حوالي الساعة 6 المغرب أفراد العيلة الأربعة اتشافوا هما بيشتروا حاجات من منطقة قريبة من محطة قطار. بعدها وقفوا في مكان تاني وهم راجعين. حوالي الساعة 7 مساء كانوا رجعوا البيت وتعشوا سوا. بعد كده الأم اتصلت بوالدتها، والبنت راحت البيت المجاور عشان تتفرج على التلفزيون مع جدتها، ورجعت لبيت أهلها حوالي الساعة 9:30 مساء. ومن هنا كل آثار الحياة العادية تقريبا اختفت. وآخر حاجة قدر المحققين يمسكوا فيها ما كانتش شهادة شخص ولا كاميرا، لكن سجل إلكتروني. بين الساعة 10 وتلت و10:50 مساء كمبيوتر الأب كان شغال. في الفترة دي تحديدا ظهر إنه فتح إيميل خاص بالشغل ومحمي بكلمة مرور بين حوالي الساعة 10:38 و10:45. بعدها الكمبيوتر اتقفل، ومن اللحظة دي مفيش شاهد شاف ايه اللي حصل، ومفيش شخص خرج يحكي اللي حصل جوه البيت. كل الشرطة قدرت تعيد بناءه، وبعد كده اعتمد على أماكن الجثث والإصابات وآثار الدم والحاجات اللي كانت مرمية وسجلات الأجهزة. حوالي الساعة 11:30 مساء أهل الأم اللي ساكنين في البيت اللي جنبهم سمعوا صوت خبطة قوية جاية من بيت مياتازاوا، لكن محدش راح يشوف ايه اللي حصل. في الأغلب ما كانش حد متخيل إن الصوت ده ممكن يكون اللحظة اللي بدأت فيها واحدة من أغرب جرائم القتل في اليابان. من خلال الفحوصات ومحتويات معدة الضحايا قدرت الشرطة تحط توقيت تقريبي للوفاة حوالين الفترة دي، بس السؤال اللي فضل من غير إجابة: كان القاتل دخل ازاي؟ الرواية اللي اعتمدت عليها الشرطة لفترة طويلة بتقول ان القاتل دخل من شباك الحمام الموجود في المستوى الاوسط من البيت،
والشباك ده كان ناحية الحديقة. حجمه كان صغير حوالي 30 في 40 سنتي، وكان موجود على ارتفاع 3 متر و30 سنتي من الأرض. الشباك كان مفتوح من غير قفل، وشبكة الحماية الخاصة بيه اتلاقت واقعة بره البيت. تحت الشباك مباشرة الشرطة لقت آثار أقدام كبيرة على الأرض، كمان غصن مكسور جنب سور الحديقة. ولما أعادوا دراسة المكان قالوا إن شخص نحيف ممكن نظريا يوصل للشباك رغم ارتفاعه باستخدام سور الحديقة وسخان المياه المثبت في الحائط وبعض أجزاء المبنى. بس هنا ظهر أول لغز مهم، ما كانش فيه ألياف ولا علامات احتكاك واضحة على إطار الشباك، والأغرب إن مفيش آثار أقدام جوه الحمام نفسه. فلو شخص دخل فعلا من الشباك ده، فين العلامات اللي تثبت إنه عمل كده؟ وده خلى واحد من المحققين يطرح احتمال مختلف تماما. آثار الدم اللي كانت موجودة على السلم بدأت من منطقة في منتصف السلم وراحت لفوق، وده ممكن يتوافق مع شخص دخل من الباب الأمامي وهو حافي، وبعد ما الأرض بدأت تتملى بالدم لبس الجزمة. أما الباب الأمامي فتلاقى مقفول، وده خلى الشرطة تعتبر إن الخروج من الشباك احتمال أقوى من الدخول منه. يعني ببساطة ممكن يكون القاتل دخل من الباب وخرج من الشباك، بس حتى دي مش حقيقة محسومة بشكل نهائي، ودي واحدة من الحاجات اللي بتخلي القضية معقدة أكتر. حتى الطريق اللي دخل منه القاتل البيت نفسه مفيش إجابة قاطعة عليه. أما ترتيب الهجوم فالمحققين قدروا يعيدوا بناء جزء كبير منه. 3 من أفراد العيلة ماتوا نتيجة طعنات، بس الابن الأصغر كان مختلف عنهم. الولد كان موجود في سريره واتلقى مخنوق بإيدين شخص وعليه علامات ضغط واضحة. كان في نزيف من أنفه بس ما كانش عنده أي جرح بالسكين. مفيش علامات واضحة إنه قدر يقاوم أو حتى ياخد فرصة يدافع عن نفسه، وده كان من أهم الأدلة اللي خلت المحققين يعتقدوا إنه كان أول ضحية. بعده يبدو إن الأب سمع أو لاحظ حاجة وطلع ناحية السلم، وهناك اتعرض للهجوم في المستوى الأوسط من البيت قبل ما جسمه ينتهي وقع عند أسفل السلم بالقرب من المدخل. القاتل كان دخل البيت ده ومعاه سكينة طويلة طولها 21 سنتي من النوع اللي بيستخدم في تقطيع الأسماك، وخلال الهجوم على الأب طرف السكينة اتكسر وجزء من النصل فضل جوه جسمه. وهنا حصلت واحدة من أهم لحظات القضية كلها، لأن كسر السكينة غالبا تسبب في إصابة إيد القاتل نفسه، تحديدا ايده اليمين. الجرح ده كان صغير في البداية لكنه كان كفيل انه يحول القاتل من شخص بيحاول يختفي وسط الليل لشخص بيسيب اثره في كل حتة تقريبا. دم الشخص ده قدر ينتشر جوه البيت، والشرطة بعد كده قدرت تفصله عن دم افراد العيلة لان فصيلة دمه كانت مختلفة. فمن اللحظة دي القاتل نفسه بدأ يسيب توقيعه البيولوجي في مسرح الجريمة من غير ما يعرف ان الجرح اللي اصابه ممكن يبقى واحد من اهم مفاتيح القضية كلها. بعد الهجوم على الاب طلع القاتل لأعلى البيت، المكان اللي كانت فيه الأم والبنت موجودين في السطوح الداخلي. الهجوم عليهم بدأ باستخدام نفس السكينة بعد ما كانت اتكسرت، بس السكينة في النهاية اتكسرت بالكامل، فالقاتل اضطر ياخد سكينة تانية من مطبخ البيت نفسه ويكمل بيها الاعتداء. الأم والبنت اتلاقوا مع بعض على نفس المكان الموجود تحت السطوح، كان في منديل ورقي قريب منهم عليه دم البنت. ولما الشرطة درست المشهد ظهرت قراءة محتملة إن الأم يمكن تكون حاولت تساعد بنتها بعد ما اتصابت، وده قبل ما القاتل يرجع لهم تاني بسكينة تانية. بس في نقطة مهمة، إن ده كله تفسير محتمل لمشهد الجريمة مش حقيقة مثبتة بشكل قاطع. بعد ما قتل الأربعة كان المتوقع جدا إن القاتل يهرب بأقصى سرعة، خصوصا بعد ما بدأ ينزف هو نفسه. شخص قتل 4 أشخاص في البيت، المنطقي إنه يبقى عايز يبعد عن المكان قبل ما أي حد يكتشف اللي حصل. بس اللي حصل كان العكس تماما. القاتل مخرجش، قعد جوه البيت لفترة طويلة وبدأ يتصرف بطريقة غريبة كأنه مش موجود في مسرح الجريمة. كان بيتعامل كأنه في بيت شخص غريب وبيحاول يفتش فيه بهدوء. فتح الأدراج وفتش محتويات البيت من تحت لفوق، حط بطاقات ومستندات فيها تواريخ ميلاد فوق الكنبة، وده خلى الشرطة تعتقد إنه كان بيدور على معلومات تساعده في الوصول لرقم سري. أخد فلوس كانت موجودة من مصاريف الدروس الخصوصية حوالي 200 ألف ين. بس هنا ظهر تصرف تاني محير جدا. لو كان هدفه السرقة ليه ساب حاجات أغلى وأوضح؟ ساب دفاتر بنكية وكروت ائتمان ومجوهرات، حتى ساب ظرف في حوالي 60 ألف ين موجود في مكتب الأب. يعني هو أخد مبلغ معين لكنه ساب حاجات كانت ممكن تكون أهم بكتير بالنسبة لأي لص داخل البيت. بعدها بدأ يتعامل مع إصابته كأنه عنده كل الوقت اللي في الدنيا. دخل على صندوق الأدوية بتاع العيلة، استخدم فوط صحية عشان يوقف النزيف، حط ضمادات على إيده. واحدة من الضمادات دي شالها بعد كده ولزقها على ظهر كراسة كانت موجودة في غرفة المعيشة، وعلبة الضمادات نفسها كانت عليها بصمة من بصماته. فالرجل ده اللي كان المفروض يهرب من المكان بسرعة كان بيتحرك جوه البيت بهدوء كفاية إنه يدور على أدوات إسعاف ويعالج نفسه. وبعد ما خلص عمل حاجة أغرب، راح للتلاجة وطلع منها شمام والحوم وشاي شعير و4 علب آيس كريم وأكلهم هناك. الأغرب إنه ما كانش حتى مستعجل ياكل بالطريقة الطبيعية،
كان بيضغط على علبة الآيس كريم بإيده وياكل محتوياتها من غير معلقة، وبعدها ساب كوب منهم في المطبخ عليه آثار لعابه. استخدم الحمام وما شدش السيفون، والعينة اللي فضلت هناك بقت واحدة من أهم الأدلة البيولوجية في القضية كلها، لأنها كشفت كمان عن نوع الأكل اللي كان أكله قبل ما يدخل البيت. كان أكل خضار بالسمسم، وده ما كانش مطابق للأكل اللي أفراد العيلة كانوا أكلوه في العشاء. يعني فجأة الشرطة بقى عندها فكرة عن حاجة أكلها القاتل قبل وصوله لمسرح الجريمة، وكأن الشخص ده بنفسه كان بيجمع الأدلة ضده واحدة ورا التانية. الأهم من ده كله إن الدم اللي سابه القاتل في البيت كان من فصيلة إيه، ومفيش ولا واحد من أفراد العيلة فصيلة دمه كانت إيه، وده سمح للشرطة تفرق بسهولة بين دم الضحايا ودم الشخص اللي نفذ الجريمة. كل خطوة كان بياخدها القاتل كانت بتسيب وراها معلومة جديدة. ايده اتجرحت، دمه اتساب، بصماته اتسابت، شعره اتساب، لعابه اتساب، حتى محتويات معدته ظهرت في الحمام. مع ذلك لسه السؤال الأكبر موجود: مين هو القاتل؟ الساعة 1:18 بعد منتصف الليل، بعد حوالي ساعتين من الوقت اللي بيعتقد إن أفراد العيلة ماتوا فيه، القاتل رجع للكمبيوتر، شغله واتصل بالإنترنت لمدة 5 دقايق و18 ثانية. خلال الفترة دي أنشأ فولدر فاضي ودخل على موقع شركة مسرح كانت موجودة في قائمة المواقع المحفوظة على كمبيوتر الأب. كل اللي يبدو إنه كان بيعمله إنه كان بيحاول يشتري تذكرة من الموقع ده، لكنه فشل في إتمام العملية. مع ذلك بصمته فضلت على الماوس ولوحة المفاتيح. فتخيلوا المشهد: 4 جثث في البيت، القاتل نفسه بينزف، ومع ذلك قاعد قدام الكمبيوتر بيحاول يدخل على موقع مسرح. ما كانش عنده ذرة استعجال أو خوف، وكأن الوقت بالنسبة له ملوش أي قيمة. حتى في غرفة المعيشة الشرطة لقت علامة على الكنبة ممكن تكون ناتجة عن إن حد كان قاعد أو حتى نام هناك لفترة، ودي برضه قراءة من مسرح الجريمة مش حقيقة مؤكدة. لكن لو كانت صحيحة فاحنا بنتكلم عن شخص بعد ما ارتكب جريمة قتل جماعي ما اكتفاش انه يفضل في البيت، ده ممكن يكون نام شوية في البيت. واللي يخلي كل ده أغرب هو إن القاتل في النهاية ما خرجش خفيف. لما غادر البيت ساب وراه هدومه ومتعلقاته الشخصية، وساب كمية هائلة من الأدلة ممكن تقود لهويته بسهولة، لكنه أخد معاه حاجة واحدة مش بتاعته: سويتشيرت كان ملك الأب عليه رسمة سمكة. من هنا بدأت الشرطة تكتشف إن اللي سابه القاتل وراه مش مجرد آثار جريمة، ده تقريبا جرد كامل لشخصيته: بقايا ملابسه، الحذاء، شنطة الخصر، القفازات، الشعر، الدم، البصمات، أدوات الإسعاف اللي استخدمها. كل ده كان المفروض يقود المحققين مباشرة للشخص اللي ارتكب الجريمة بسهولة، صح؟ أكيد انتوا بتقولوا مع كل الأدلة دي وإزاي القضية دي مش محلولة؟ لأن اللي حصل كان عكس كل التوقعات. الشرطة كان عندها شيء نادر جدا في أي قضية قتل: بصمة القاتل موجودة بوضوح، دمه، الDNA موجود، حاجاته الشخصية، حتى صورته المحتملة ظهرت في مسار التحقيق، بس اسمه نفسه اختفى. ومن هنا القضية اللي بدأت كجريمة قتل ال4 أفراد من عيلة يابانية تحولت لحاجة أكبر بكتير: مطاردة لشبح له جسم ودم وبصمات وملابس بس من غير هوية. تاني يوم الصبح القاتل كان عمل حاجة أخيرة قبل ما يختفي: فصل خط التليفون بتاع البيت، وده كان السبب إن أروكو والدة الأم واللي كانت ساكنة في البيت اللي جنبهم ما قدرتش تكلم بنتها الصبح. في البداية ممكن يكون الموضوع باين كأنه مجرد عطل في التليفون، بس لما حاولت تتصل أكتر من مرة ومحدش رد بدأت تقلق. راحت للبيت المجاور عنها وخبطت على الباب ورنت الجرس بس مفيش رد. وبعد الساعة 10:40 صباحا استخدمت مفتاح كان معاها ودخلت. أول حاجة شافتها كانت جثة الأب عند أسفل السلم. كملت طلوع في صدمة، وهناك اكتشفت الأم والبنت والولد الصغير، ال4 كانوا مقتولين. بس قبل لحظات من اكتشافها للجريمة حصلت حاجة هتخلي الشرطة لسنين طويلة تتساءل: هل القاتل كان لسه موجود في البيت؟ حوالي الساعة 10 صباحا الكمبيوتر اشتغل تاني لوحده لمدة 4 دقايق، ولأن الكمبيوتر كان موجود في مسرح الجريمة ولأن القاتل استخدمه قبل كده في نص الليل، ظهرت نظرية مرعبة: يمكن القاتل فضل في البيت لحد الصبح، ويمكن حتى نام هناك. بعدها شغل الكمبيوتر مرة تانية قبل ما يخرج. بس بعد سنين، وتحديدا سنة 2014، بعد 14 سنة، عمل المحققين اختبارات إعادة تمثيل للحركة، وظهرت إمكانية إن الكمبيوتر يكون اشتغل بسبب سقوط الماوس أو تحركه بطريقة معينة. يعني التشغيل التاني مش بالضرورة معناه إن القاتل كان لسه هناك. كمان سكان المنطقة قالوا إن البيت كان غارق في الضلمة حوالي الساعة 3:30 فجرا، وده دعم الاحتمال الأقوى إن القاتل خرج في وقت ما خلال الساعات الأولى من الصبح. بس محدش قدر يحدد بالظبط إمتى خرج، ودي كانت أول مرة تبدأ فيها الصورة تتغير. الشرطة اليابانية شكلت فريق تحقيق خاص في مركز شرطة سياتاجايا، وكان على رأسه المحقق تاكيشي تسوشيدا. الفريق ده كان قدامه موقف شبه مستحيل: عيلة كاملة اتقتلت جوه بيتها من غير شاهد واحد ومن غير دافع واضح ومن غير مشتبه فيه، بس في نفس الوقت
القاتل نفسه كان سخي جدا في الأدلة اللي سابها. يعني عادة المحققين بيحاولوا يجمعوا أي خيط صغير يوصلهم للفاعل، بس هنا الخيوط كانت كتير لدرجة تخليك تتخيل إن القبض عليه مش هقول مسألة وقت، لكن هقول مسألة دقايق معدودة. ووسط كل الحاجات دي كان في شيء واحد الشرطة اعتبرته ممكن يكون مفتاح القضية كلها: سويتشيرت أخدوا القاتل من البيت واللي اتساب وراه أو ارتبط بيه أثناء التحقيق. الشرطة اكتشفت إن موديل السويتشيرت ده كان نادر جدا في اليابان. إجمالي اللي اتباع منه في البلد كلها كان 130 قطعة بس، موزعة على 41 محل في 14 محافظة. وفي طوكيو تحديدا العدد ده كان حوالي 10 قطع في 4 محلات، والمحلات دي نفسها اختفت بعد كده ومبقتش موجودة. من ال 130 قطعة الشرطة قدرت تحدد المشترين لحوالي 10 بس، ومن القطع اللي اتباعت في طوكيو قدرت توصل لصاحب قطعة واحدة بس. وهنا كان المفروض ان الخيط ده يقربهم من القاتل، بس المشكلة ان سنة 2000 كانت مختلفة تماما عن دلوقتي. الناس كانت بتشتري هدوم كتير بالكاش، ومفيش برامج ولاء، مفيش حسابات عملاء، مفيش قاعدة بيانات بتقول مين اشترى كل قطعة. حتى لما الشرطة لقت هدوم نادرة جدا ما لقتش وراها اسم واضح. بس لو السويتشيرت ده كان لغز، الحذاء كان لغز اكبر. آثار الأقدام اللي اتوجدت في المكان قادت الشرطة لنوع حذاء رياضي اتصنع واتباع في كوريا الجنوبية. مقاسه كان 27.5. الشركة أنتجت حوالي 4530 زوج من الموديل ده بين سنة 98 وسنة 2000. بس المقاس ده تحديدا ما كانش فيه دليل إنه اتباع رسميا في اليابان. والأهم إن الحذاء نفسه ما كانش جديد. آثار الاستخدام كانت بتقول إن صاحبه كان لابسه قبل الجريمة بفترة، فمش شخص اشتراه مخصوص قبل ما يدخل البيت. وده فتح احتمال ان الشخص كان جاي من بره اليابان، او على الاقل ان الحذاء وصل له من خارج البلد. بعدها الشرطه ركزت على شنطه الخصر. الحزام كان متظبط على حوالي 83 سنتي، ومن القياس ده قدر المحققين يقدروا ان محيط خصر الشخص كان تقريبا بين 70 و 75 سنتي، يعني كان شخص نحيف. بس الغريب ان جوه الشنطه اتوجد اثر لماده منظفه كانت بتستخدم لغسيل الملابس في مياه غنيه بالكالسيوم. والنوع ده من المياه والمنتجات المرتبطة بيه كان منتشر في أوروبا والولايات المتحدة أكتر من اليابان. المنتج نفسه ما كانش شائع في اليابان وقتها، وده فتح احتمال جديد ومزعج للمحققين إن القاتل شكله عايش في الخارج، أو يمكن حد قريب منه بيعيش بره، ولا المنتج وصل له بطريقة تانية. ما كانش فيه إجابة، بس كل تفصيلة كانت بتضيف طبقة جديدة لشخصية شخص المفروض ان الشرطة مش عارفة حتى اسمه. وجوه شنطة الخصر اتلقى شعراية بنفس الدي ان ايه المرتبط بالدم اللي سابه القاتل. طولها كان حوالي 2 سنتي ونص، كانت مقصوصة، يعني حتى شعره كان بيدي الشرطة معلومة عن شكله وطريقة حياته. كان في كمان منديلين لونهم اسود، واحد منهم كان القاتل عامله بطريقة غريبة، فتح فيه فتحة حوالي 3 سنتي من النص ودخل جزء من القماش لجوه، كأنه صنع جيب صغير أو طريقة يمسك بيها حاجة. بعدها استخدمه حوالين مقبض السكينة، وده ممكن يكون ساعده إنه يثبت إيده أو يقلل احتمالية انزلاق السلاح أثناء الطعن، في نفس الوقت يحمي إيده من الدم. المنديل التاني كان متني على شكل مثلث ومربوط حوالين الوجه، طوله كان مناسب لراس صغيرة نسبيا. الشرطة لقت كمان بقايا عطر معين على القماش، عطر اسمه دراكر نوار، وده فتح خيط تاني للتحقيق. المحققين بدأوا يعرفوا مش بس طول الشخص ووزنه وفصيلة دمه، لكن كمان نوع الحذاء اللي بيلبسه، شكل لبسه، طريقة قص شعره، نوع العطر اللي بيستخدمه، حتى بعض العادات اللي ممكن تكون مرتبطة بمكان عاش فيه قبل كده. ببساطة الشرطة كانت بتبني صورة لشخص مجهول قطعة قطعة. المشكلة الوحيدة ان الصورة كانت بتكبر، بس صاحبها ما كانش بيظهر. مع وجود بصمات واضحة للقاتل في أكتر من مكان جوه البيت، الشرطة قررت تعمل واحدة من أضخم عمليات البحث في تاريخ القضية. بدأوا يجمعوا بصمات من البيوت والمناطق المحيطة ووسعوا نطاق البحث بعيد عن الحي نفسه. الفكرة كانت بسيطة: لو البصمة موجودة في مسرح الجريمة يبقى لازم يكون ليها صاحب في مكان ما. كان في نمط مميز في بصمات القاتل، في شكل حلزوني واضح في بصمة الإبهام، وخطوط في المنتصف شبه شكل صغير. نظريا كان كل اللي ناقصهم انهم يلاقوا نفس البصمة في قاعدة بيانات او عند شخص معروف. بس هنا حصلت المشكلة اللي خلت القضية تتحول من جريمة واضحة للغز مفتوح. السنين عدت والبحث كبر، وفي حوالي 20 سنة الشرطة عملت مقارنات لحوالي 50 مليون بصمة إصبع. متخيلين 50 مليون مقارنة؟ ومع ذلك ولا واحدة منهم طلعت مطابقة لبصمة القاتل. القاتل كان موجود في كل شبر جوه البيت، بس مفيش سجل رسمي بيقول هو مين. كأن الشخص ده عاش واختفى من غير ما يسيب أي وجود يمكن الشرطة من مسكه. في الوقت اللي التحقيق كان بيتحرك في اتجاه البصمات والدي ان ايه، ظهر خيط تاني غريب. قبل الجريمة بيوم وعلى الناحية التانية من طوكيو، رجل دخل سوبر ماركت واشترى سكينة من نفس الموديل اللي اتوجد بعد كده في بيت عيلة مياتزاو.
كاميرا المراقبة سجلت وشه، ودي كانت المفروض لحظة انفراجة ضخمة. رجل بيشتري نفس نوع السكينة في اليوم اللي قبل الجريمة في نفس المدينة، وكاميرات المراقبة جابت شكله، والشرطة قدرت تطلع من الصورة بوصف تقريبي لرجل عمره في الثلاثينات، طوله 1.70 سنتي ومرتدي جاكيت غامق. وفي سنة 2004 نشرت الشرطة صورة تقريبية لشكله اعتمادا على تسجيل الكاميرا. الناس شافت الصورة بس محدش قدر يحدد الشخص، ولا اسم ولا عنوان ولا دليل ان هو القاتل. الرجل اللي ظهر في السوبر ماركت ده تحول هو كمان لسؤال جديد بدل ما يكون اجابة. هل هو القاتل فعلا؟ هل اشترى السكينة لنفسه؟ هل كان مجرد شخص عادي اشترى نفس نوع السكينة بالصدفة؟ الشرطة ما كانتش قادرة تثبت اي حاجة، وفضلت الصورة موجودة في الملفات لسنين. بعد 17 سنة تقريبا حصلت واحدة من أذكى خطوات التحقيق في القضية. في ديسمبر 2021 الشرطة قررت ترجع للصورة القديمة بتكنولوجيا تحليل صور أقوى بكتير من اللي كان متاح سنة 2004. الصورة اللي كانت وقتها مجرد وجه غامض اتحللت من جديد، والمرة دي التحليل وصلهم لهوية رجل حقيقي له اسم ولقب. تخيلوا اللحظة دي، بعد أكتر من 20 سنة الشرطة أخيرا بقى عندهم شخص محدد يقدروا يروحوا له، شخص ظهر في كاميرا وهو بيشتري نفس نوع السكينة قبل الجريمة بيوم. كل الخيوط كانت بتقول إن دي ممكن تكون نهاية اللغز. راحوا له وعملوا له التحاليل وقارنوا الدي ان ايه بتاعه، النتيجة كانت محبطة، مش هو. الدم اللي موجود في مسرح الجريمة واللي الشرطة كانت بتلاحقه من سنة 2000 ما كانش دمه. فحتى بعد ما التكنولوجيا قدرت تحول صورة قديمة لاسم حقيقي، الاسم ده طلع بره القضية. وهنا ظهرت المفارقة اللي بتلخص القضية كلها. الشرطة كانت تقريبا عارفة شكل الشخص اللي بتدور عليه، وعارفة طوله، وعارفة انه نحيف، وعارفة فصيلة دمه، عارفة انه اتجرح في ايده اليمين، عندها بصماته والدي ان ايه بتاعه، بس لحد اللحظة دي مش عارفة تحدد اسمه. حتى تقدير شخصية القاتل كان بيتغير مع الوقت. في البداية التحليل كان بيشير لرجل نحيف وربما في سن صغير نسبيا وقت الجريمة، وبعد سنين ظهر تحليل الدي ان ايه سنة 2006 حاول يحدد أصله الجيني، وطلع بنتيجة غير عادية. بعض المؤشرات كانت مرتبطة بأصول من جنوب أوروبا، بينما مؤشرات تانية كانت شائعة في شرق آسيا. بس النتيجة نفسها كانت محل شك، لأن عينة الدم ما كانتش محفوظة في أفضل الظروف. كمان وجود مؤشر جيني معين مش معناه بالضرورة إن الأب أو الأم نفسهم من منطقة معينة، ممكن يكون جاي من جد بعيد أو سلف أقدم. مع ذلك الشرطة اليابانية استخدمت كل الاحتمالات المتاحة وطلبت مساعدة الانتربول، لأن فرضية إن الشخص ممكن يكون عاش أو ارتبط بالخارج كانت لسه موجودة. وعلى مدار السنين ظهرت نظريات كتير عن الدافع. واحدة منهم قالت إن الجريمة ممكن تكون عملية قتل مأجورة نفذها شخص من كوريا الجنوبية بسبب رفض العيلة بيع الأرض. بس النظرية دي كان فيها مشكلة، إن العيلة كانت بالفعل باعت الأرض للبلدية، وكان عندهم موعد محدد للانتقال في مارس 2001. فالدافع ده ما كانش متوافق مع الوقائع اللي الشرطة عرفتها، والتحقيقات ما وقفتش عند النظرية دي. بعدين ظهر خيط تاني متعلق بالسكيت بوردنج. قريب من بيت العيلة كان في منطقة بيستخدمها المتزلجين، والأب كان بيشتكي من الضوضاء اللي بتحصل هناك بالليل، خصوصا صوت التزلج والمناورات. في شهود قالوا إن حصلت مشادة قبل الجريمة بفترة قصيرة، فطبيعي جدا إن الشرطة تحقق في الأشخاص اللي كانوا موجودين هناك. بس المتزلجين اللي اتفحصوا تم استبعادهم من الشبهات. مع ذلك النظرية دي رجعت تاني من باب مختلف. فاكرين العطر اللي اتلقى على المنديل؟ العطر نفسه كان مرتبط في فترة معينة بمتزلج أمريكي محترف، وبقى مشهور وسط مجتمع السكيت بوردينج. كمان السويتشيرت وشنطة الخصر كانوا من الحاجات المنتشرة في موضة الشارع وقتها. فبدأ يظهر احتمال إن القاتل نفسه ممكن يكون له علاقة بعالم المتزلجين. بس حتى النظرية دي مفيش دليل حاسم عليها، واللي زود غرابة القضية إن الصورة اللي الشرطة كانت بتبنيها عن القاتل فضلت تتغير. لسنين طويلة كانوا بيدوروا على شخص نحيف، والافتراضات كانت بتخليهم يفكروا في شخص صغير نسبيا في السن. بس في يوليو 2025 تحليل أحدث للدي ان ايه باستخدام تقنية اسمها تحليل الميثيلية، واللي بتساعد في تقدير العمر البيولوجي من خلال تغيرات كيميائية في الدي ان ايه، وصل لنتيجة مختلفة تماما. الشخص اللي ترك الدم في مسرح الجريمة كان على الأرجح في الثلاثينات وقت ارتكاب الجريمة، ولو التقدير ده صحيح يبقى الشخص ده النهارده ممكن يكون في الخمسينات أو أوائل الستينات. والأغرب إن السن ده تقريبا بيتوافق مع العمر اللي كانت الشرطة بتقدره للرجل اللي ظهر في صورة السوبر ماركت سنة 2004. يعني بعد ربع قرن التكنولوجيا بدأت تعيد رسم صورة القاتل من جديد، بس حتى الآن صورة ما فيهاش اسم. أما الدافع الحقيقي للجريمة فده كان لغز لوحده.
الفلوس لوحدها ما كانتش كفاية تفسر قتل 4 أفراد. الانتقام كان احتمال موجود، بس الشرطة ما لقتش أي نزاع واضح يثبت إن في شخص كان عنده سبب كافي يعمل كده. وفكرة إن العيلة كانت مجرد ضحية عشوائية برضه متمسكة بيها بعض الاحتمالات، خصوصا إن مفيش حاجة مؤكدة تربطهم بالقاتل. وبعد حوالي 100 يوم من الجريمة ظهر شيء غريب جدا ناحية النهر المقابل للبيت. تمثال حجري صغير من النوع المعروف في اليابان باسم تمثال جيزو، واللي غالبا بيرتبط بحماية الأطفال، ظهر على ضفة النهر. التمثال ده كان مصنوع من الجرانيت، طوله حوالي 60 سنتي ووزنه حوالي 20 كيلو. والأغرب إنه كان محطوط بطريقة تخليه كأنه بيبص ناحية بيت عيلة مياتازاو. في قاعدة التمثال كان في نقش أو علامة شبه رقم 6، ومحدش قدر يعرف معناها. الشرطة ما لقتش عليه بصمات مفيدة، ومحدش عارف مين صنعه أو جابه وحطه هناك. ممكن يكون مجرد شخص حطه لسبب ديني أو روحاني، وممكن يكون ملوش أي علاقة بالقضية أصلا. بس احتمال إنه مرتبط بالقضية فضل موجود في الخلفية، خصوصا إن الشرطة لحد دلوقتي مهتمة بمعرفة مصدر التمثال ومين اشتراه أو استورده أو باعه. كل ده كان بيضيف طبقة جديدة من الغموض لقضية أصلا مليانة أسئلة من غير إجابات. القضية نفسها كان ليها تأثير على القانون الياباني. وقت وقوع الجريمة سنة 2000 بعض الجرائم الخطيرة كان ليها مدة تقادم، وده كان معناه إن عقارب الساعة بتتحرك ضد عائلات الضحايا. بس عائلات ضحايا جرائم القتل ومن ضمنهم عائلة مياتازاوا بدأوا يضغطوا من أجل إلغاء التقادم. وفي سنة 2010 أقر البرلمان الياباني إلغاء مدة التقادم بالنسبة للجرائم اللي ممكن يعاقب عليها بالإعدام، وده شمل القضايا اللي كانت لسه مفتوحة وقتها، من بينها قضيتنا. يعني القضية اللي فشلت الشرطة في حلها خلال السنوات الأولى بقت من غير موعد نهائي. مكافأة المعلومات اللي ممكن تساعد في حل القضية وصلت لمبلغ ضخم. الشرطة لسه بتطلب لحد دلوقتي من أي شخص عنده معلومة إنه يتكلم. وفي 30 ديسمبر 2025 بعد 25 سنة كاملة من الليلة اللي اتقتل فيها أفراد عائلة مياتازاوا، رجع المحقق تاكيشي تسوشيدا للمكان بطريقة مختلفة. كان عمره وقتها 78 سنة. كان تقاعد من الشرطة من زمان، لكنه فضل مرتبط بالقضية وبعائلات ضحايا جرائم القتل. راح لقبر العيلة وحط زهور وبخور، وقف هناك في صمت. بعدها قال للصحفيين إنه أكتر من 20 سنة عدوا، وإن هو كشرطي سابق بيطلب السماح بإنه معرفش يحل القضية. السؤال اللي فضل عالق لحد النهاردة: مين الشخص اللي كان قادر يدخل البيت ده ويقتل 4 أفراد، يقعد بالساعات وسط الجثث، ياكل ويعالج جرحه ويستخدم الكمبيوتر، وبعدها يخرج ويختفي لمدة ربع قرن؟ هل كان شخص غريب مر من هناك بالصدفة، ولا كان يعرف العيلة من قبل؟ وهل كانت الأدلة اللي سابها دي بسبب غبائه، ولا ثقته الزايدة في إنه مش هيتمسك؟ محدش عارف لحد النهاردة. وده بالظبط اللي خلى جريمة عائلة مياتازاوا تفضل واحدة من أغرب مطاردات الشرطة اليابانية لشخص موجود في الأدلة لكنه لسه مختفي من الحقيقة. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم قريبا في فيديو جديد.